الحمد لله. يا ترى لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيننا كيف ستكون تقريبا نصرته لأهل غزة؟ جاء في السيرة وبسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبايعه بعض الرجال، كان منهم شخص اسمه أبو الحسن أبو الهيثم ابن التيهان. هذا الرجل أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وعلى إلى آخره، لكنه قال: يا رسول الله، إحنا بيننا وبين القوم أو بيننا وبين الكفار عهود وعلاقات، فنخشى إن بايعناك وقاتلنا معك، نخشى إن انتصرت، إن نصرك الله، عدت إلى قومك وتركتنا نحن في مواجهة خصومنا، في مواجهة أعدائنا. هذا ما نخشى يا رسول الله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ تبسم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. الدم الدم يعني دمي مثل دمكم، إن سال دمكم كأنه سال دمي، إن وقع عليكم هدم كأنه وقع علي هدم، سواء بسواء. هذه كانت نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السلام عليكم.